السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنشارك معاكم بسبوسة بحشوة لاكريم وغير مقلاة الحرشة. كنحتاجو 2 بيضات، نصف كأس من السكر، نصف كأس من الزيت، كأس من الحليب، 3 كؤوس من السميد، كيس من الفاني، 2 أكياس من خميرة الحلوى. كنديرو البيض هو الأول في المولينيكس، كنزيدو عليهم داك نصف كأس من السكر، عبرو كأس عنبة، نصف كأس، انا عندي هاد الكيسان صغار، فاني. كنضيفو الزيت، كنضيفو الحليب حتى هو كأس عنبة، غير انا درت في هذاك الكاس. كنخلطو كلشي في المولينكس مزيان، عاد كنخويوهم في اناء التحضير. كنضيفو عليهم 2 كؤوس من السميد ديال الحرشة، كنخلطو مزيان. عاد كنضيفو الكاس الثالث، كنخلطو مزيان باش ما تبقاش لينا الخميره دايره الكويرات. عاد كنضيفو داك الكاس ديال السميد، كنخلطو جيدا حتى تحصلوا على داك القوام يكون مزيان، ما يكونش قاصح، يكون مرخوف شويه. ندهنو المقلاة الحرشة بالزبدة ونرشو عليها السميدة. رشيت عليها السميدة بجميع الجوانب باش ما تلصقش البسبوسة. داك السميدة اللي بقات كنخويوها على البسبوسة اللي عندنا في الخليط. كنخويو غير النصف ديال الخليط وكنخليو النصف الاخر، وكنحاولوا نوزعوها على المقله كلها باش تاخد لينا داك الشكل ديال المقله، ما تجيش عوجه. ندخلوها الفران سخون ونحضروا في هاد الوقت هذا اللي غطيب فيه الطبقه الاولى من البسبوسه. غنحضروا فيه كأس ونصف ديال العنبه، كنعبروا كأس ونصف ديال العنبه ديال الحليب. انا عندي هاد الكاس كبير، عندي 3 معالق كبار ديال النشا، ثلاثة معالق كبار ديال سنيدة، سكر سنيدة. كنخلطو مزيان وكنوضعوهم على النار هادئة مع التحراك. ملي كيطيب لينا وكيغلي كنحيدوه وكنزيدولو 2 مثلثات ديال الجبن، وكنحركو مزيان الخليط حتى يذوب لينا هداك الفرماج. كنخلطو مزيان باش ما يبقاش لينا مكتل كما كتشوفوا. يمكن لكم في هاد لاكريم ما بغيتوش تضيفوا مكعبات الفرماج، تضيفوا دانون مسوس، كأس من الياغورت الطبيعي، راه حتى هو كيجي زوين في هاد لاكريم هذا. من بعد ما خرجت البسبوسه ديالي مباشره غادي نخوي عليه هذاك الكريمه اللي حضرت، واخا تكون سخونه ماشي مشكل. انا درت ديك الملعقه الخشبيه باش ما دير لياش ديك الحفره في الوسط، وغنوزعها على كلشي على من فوق البسبوسه باش تاخد ليا القوام ديالها.
ومن بعد كنخويو عليه هداك الخليط ديال البسبوسة اللي بقالي مباشرة، واخا ماشي مشكل، واخا كتبان لكم راه ماشي ما غتهبط، كتهبط شوية لتحت ولكن راها كطلع سبحان الله، فاش كطيب راها كطلع بوحدها. غير خليوها طيب مزيان في الفران على نار متوسطة، الفران سخون، والمقلاة الحرشة راها ما كتحرقهاش هاي، واخا تبقى تما تعطل شوية ماشي مشكل. تشوفوا الوجه ديالها تماسك مزيان في الفران، طلعوا عليها تلقاوها ديروا عليها يدكم تلقاوها متماسكة، يعني راها طابت وتحمرات، عاد خرجوها من الفران. انا غنحاول نوزع هذيك الخليط ديال البسبوسه من فوق لا كريمه، ما نخليش داك الفراغ باش تجي ليا متساويه. نحاول نلصقها مع المقله ديال الحرشه باش تجيني هي هذيك. انا غنحضر في هذا الاثناء اللي غطيب فيها البسبوسه، غنحضر 3 المعالق ديال السكر سنيده مع كأس عنبه من الماء، غنخلطهم مزيان ونديرهم فوق البوطه حتى يغليو، عاد نحيدهم وغير نخرج البسبوسه من الفران، غنسقيها بداك السيرو، واخا يكون جاري شويه ماشي مشكله راها كتشربها. غنحاول نوزع عليها كلها باش تشرب ليا هداك السيرو. انا غنحاول نحلها من الجناب باش تدخل فيها داك السيرو كلها حتى البسبوسه التحتانيه. ونقطعها، راه تبارك الله راه كطيح، راه 20 قطعه اللي خرجت لي حجم عائلي، حيتاش هاد المقلاة الحرشة كبيرة ومكتخليش البسبوسة تنفخ بزاف، كتجي موين هي هاديك، كتجي زوينة بزاف. جربوها راها غادي تبقاو تصاوبوها دائما ان شاء الله يا ربي. نزوقوها بالكوك، كل قطعة قطعناها زوقوها بالكوك، راها من احسن تخليوها حتى تبرد عاد قطعوها وزوقوها، ولكن انا بغيت نقطعها باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. ايوا نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذا الفيديو. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش لايك، ابوني، مشاركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.